اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. تنظر محكمة الجنح الخميس محاكمة الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الدين المسيحي، وكانت الدعوة المقدمة قد رفعت جنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية لسخريته من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية. وقررت جهات التحقيق تحديد جلسة لمحاكمته، مشيرا إلى أن الدكتور مبروك عطية قام بازدراء الأديان، لافتا إلى أنه وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية. وأوضحت الدعوة أنه الداعية قصد وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، بل أيضا ازدراء الدين الإسلامي، لأن الديانتين قد اجتمع على تكريم السيد المسيح ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة. ومن هنا توفر القصد الجنائي. أولا، لا يقبل أحد أن يكون هناك دعابة أو هزار في الأديان أو حتى زلة لسان، فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان، وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأي في تجديد الخطاب الديني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.